لو توقفنا قليلا عند أسلحة غوارديولا في هذه المباراة وفي هذا الموسم، سنجد واحد من أقوى وأهم الأسلحة كابتن محمد هو ثنائية دي برويني هالاند، ودي هتفيده في دوري الأبطال قوي قوي قوي. وده اللي كان بينقصه في الفرق اللي قبل كده في دوري الأبطال مع السيتي. مهاجم محطة يشتغل عليه، يضرب ضغط المنافس المتوقع الضغط العالي ويبقى محطة أساسية. هنا أدواره بيعرف يحجز على كورته كويس ومحطة أساسية، والتفاهم الكبير ما بين هذا الثنائي وده متكرر في الفترة الأخيرة، زاد أكتر وخاصة في الهجمات المرتدة يا محمد. وده سلاح كان ينقصه في دوري الأبطال، وقدام الفرق الكبيرة في بعض الأحيان هيجي لك وقت يضغطوا عليك ويهاجموك، تحتاج تحول سريع. وده اللي بيضيف له هالاند بالنسبة لي. ودي برويني أصبح أقرب، أعطي حرية أكبر في الهجوم والتقدم إلى منطقة الجزاء، والاثنين متفاهمين مع بعض والاثنين فاهمين بعض. امتى تدي لي تصنع لي اهداف؟ طبعا اوباميكانو وقع والتاني ما بيضيعش. بس محمد هذا تطور كبير لهالاند، لأنه في النصف الأول من الموسم كان ينتقد هالاند، صحيح أنه ماكينة تسجيل أهداف لكن لا يساهم ولا يصنع ولا يساعد خط وسط. الآن اختلف كل شيء، أصبح محطة وأصبح يصنع أهداف. دي من أفضل مبارياته بره بكورة وبدون كورة، وتحركاته مزعجة للمدافعين، هيفيدوا أكتر في مباراة دوري الأبطال. فالثنائية دي ثنائية هجومية مميزة، وبالمهاجمين يجيبوا لك بطولات وبرضه يفوزوك بالمباريات، انما الدفاع ايضا مهم. وهو خسر نهائي تشيلسي كان اجويرو على الدكه. ايوه ماشي، ما هو ده عشان كده ده الاضافه، عشان كده بقول لك الفريق ده هيجيب الثلاثيه، الا اذا في حاجه حصلت في الكوره معينه، اصابات غيابات، ممكن في بعض الاحيان يبقى على الحظ بدلك بالنسبه ليه. انما الثنائيه دي ثنائيه ممتازه قوي. والالتزام بادوار لعيبه وسط الملعب بتوع السيتي محمد بيفضوا دي برويني في الحاله الهجوميه، ما بقاش ملتزم قوي بالادوار الدفاعيه. كل لعيب مطالب بالادوار الدفاعيه، انما في هذه اللقطه هو خسر كره دي برويني، اعتذر من هالاند ومن غوارديولا. أيوة. ورجع يسجل هدف بعد 20 ثانيه. وشوف بقى المهاره بتاعته، المهاره انه هو عارف ان هولدنج هيمد رجليه اليمين، فهيبقى في مساحه ما بين رجليه اليمين ورجليه الشمال، احطها في البعيد. التفاصيل الصغيره ازاي يتوقع ان المدافع يتعامل معاه. فهنا التحول السريع الثنائي ده هيتعب اي حد، هيتعب اي حد، لانه ثنائي متفاهم ومهاري بالنسبه للاثنين مهاجمين. فاعتقد ان قدام النهارده استعراض قوه. وضيف على هذا الثنائي لو اشتغل لاعب الطرف محرز او برناردو جريليش او فودن، هو اسلحته كتير انما المنظومه نفسها شغاله كويس. انت حسيت النهارده بالغياب اكيد؟ نعم. اكانجي من نجوم المباراه، صح. فدفاعيا الفريق ممتاز النهارده. البيلد اب بتاعه مختلف، ما فيش ستونز بيخش في نص الملعب، في جندوجان وفي رودري، الاثنين موجودين. بس المشكله كان عنده في تسريحه وهو رابط وما شاف شيء. هو من اللعيبه اللي ترك الشعر راح سجل على طول. اللعيبه اللي صعب تراقبهم محمد، عنده السرعه وعنده القوه. وحاجه ثانيه تحس بيها لعيب الكوره، فرفوش. يعني ايه فرفوش؟ تحب يكون في فرقتك لانه طول الوقت بيضحك. صح، مستمتع. طول الوقت بيضحك، قاعدين في منطقه الجزاء ما بيهزرش، شمال يمين زي ما جايات، ودائما تحس انه جوعان اهداف وجاهز ومفيش تردد. الكره قدامه، شمالك حط، يمينك حط، ده الهدف. A few moments later. من يرجع لبيجي، من يعمل الريمونتادا وهو خاسر وخارج ربما من تشيلسي، من يرجع من اجل نقطة البطولة في اشبيلية. ملا موسيقى، ملا موسيقى، ان كانت اشبيلية موسيقى الفلامينكو، فن للريال موسيقى الدنيا. هذا الريال يجهز في نفسه للحرب يا بيب يا غوارديولا. What the hell?